سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وصفة لي كريب على طريقة السوشي. تفضلوا معايا نشوفوا المقادير. عندنا 2 حبات بيض، 2 مغارف زيت، 2 مغارف سكر، وهنا كاضافه من عندي درت ليكستري تاع البنان. اللي ما عندوش يدير الفانيليا عادي، كما تعرفوا البنان يمشي مليح مع لي كريب. عندنا نص ريتله حليب، نخلطوا مليح المقادير. من بعد ضفت 2 كيسان فرينه، وهنا مغرفه صغيره تاع خميره الحلوى. من بعد شفت لاباغاي تاعي ما كانتش عاقده شويه، كانت بزاف مايهه، ضفت لها نص كاس فرينه واحد اخر وخلطتها بالميكسور باش هذوك الحبيبات كامل يتحلوا، ونطيبوهم في نفس الوقت، ما نخلوهمش يرتاحوا. هنا سخنت لا كريبيير، من بعد درت لها شويه زبده مسحتها بها، وبديت ندير بالمغرف ولا بالغراف، ندير بالوحده وندير ساير داير هكذا كيما تعرفوا يديروا كامل لي كريب. انا كنت درتهم لكم من قبل، دوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. شوفوا هذيك التحميره اللي خدتها هاد لي كريب، يعني حيجوكم هايلين والمقادير مضبوطه. دوكا نروحوا نديروا الحشوه تاعنا اللي حنديروهم على طريقه السوشي. وهنا هذه هي الكميه اللي خرجتها لي: 2 حبات بيض ونص ريتله حليب، يعني يدي لكم تقريبا واحد 9 10 حبات، يعني كميه لا باس بها. من بعد نشدو حبه من هذوك لي كريب، انا طليتها هنا بشوكولاته الطلي بعد ما سخنتها. من بعد شديت حبه تاع البنان وقطعت لها الاطراف، درتها في الوسط وروليتها، يعني حاجه سهله وبسيطه. من بعد تقطعوا لها الاطراف كيما راكم تشوفوا هكذا باش نتحفوها، وتجيكم راح يجوكم على شكل كريب سوشي سكري. راح يجوكم بنان وهايلين، مام في سهرات رمضان حتقدروا ديروهم بنان وخفاف، ما حش كاع يديرونجيوكم كي تاكلوهم، يعني بنه. هادو هما لي كريب تاعنا. بعد ما كملتهم حطيتهم في طبق التزيين، نتوما تقدروا تزينوهم بطريقه واحده اخرى. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، جربوها بالي حتعجبكم. في الاخر سلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.